لا يا سلامة لا. بصراحة حالك ده مش عاجبني. ازاي يا راجل تفضل كده؟ معقولة؟ الله، في حد في الدنيا يا راجل يا طيب يكره ان يكون له ولاد؟ وبعدين عدم المؤاخذة يعني احنا بنتجوز ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل شيء اسمه نصيب يا استاذ شكري. انت جربت مرة، جرب تاني. لا لا لا، نحمده على كل شيء، الحمد لله مستورة كده. ونعم بالله يا حاج. لكن ربنا زي ما قال الحاج عزوز أكرمنا بمثنى وثلاثة ورباع، وخصوصا لما الحظ ما يديكش من أول واحدة. فهمني يا حاج. وبعدين المثل بيقول كلمة ولد تهز بلد، والنسوان قدامك مالين الدنيا كلهم نسوان حلوين ومحترمين ومن عائلات كبيرة ومحترمة وكلهم مشهورين بالخلف. شاور انت وقشر وكلهم يقولوا لك شبيك لبيك. يا جماعة حلمكم عليا، ده انا متجوز واحدة ست لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرها. عايزين نبقى جاحد، واما بنعمة ربك فحدث، ولئن شكرتم لازيدنكم. ولا انا قليل الاصل يعني؟ في شرع مين ده يا حاج سلام؟ هو احنا لا سمح الله بنقول لك طلقها؟ لا يا جماعة، مش الحاج سلامة اللي يعمل كده، مش الحاج سلامة اللي يفتح الإبرة ويبلع المدرة. وحياة النبي، يعني انت شايف انهم ما قدروش يميلوا دماغ الحاج بكلامهم؟ يميلوا دماغه ازاي؟ ده الحاج بسم الله ما شاء الله كان قاعد زي الجبل، ما حدش فيهم قدر يتعتعوا عن اللي في دماغه يمين او شمال. وكتاب الله. بس مش هيسكتوا يا متولي، مادام جابوا السيره دي هيفضلوا يزنوا على ودان، وانت عارف بقى الزن على الودان امر من السحر. ست الكل انت ما تشيليش هم حاجه من دي ابدا، ده الحاج ربنا يديله طول العمر ويبارك له، شايلك جوه عينيه. وعلى رايه هو، يعني هو بيقول على المؤاخذه اللي يفتح قلبه يلاقيكي قاعده مستربعه فيه. وحياة النبي هو قال كده؟ قالها لي اكتر من مره وبالفم المليان. لا دي عايزه قاعده بقى. لكن قول لي هو قالها لك يعني بمناسبه ايه؟ لا هو من غير مناسبه يعني. اوقات الحاج يحب يفتح لي قلبه. ايوه يا اخويا، ولقيتني قاعده متربعه فيه. يا سلام، ده انت قاعده براحتك ومش سايبه مكان لاي حد تاني. لا بقى، ده انا لازم احلي لك بقك. انا عندي رز بالزبيب والموارد، انما ايه يستاهل بقك. هجيب لك طبق. لا تسلم ايدك، معلش انا كمان اتاخرت. لا اقعد كل الرز بلبن وبعدين بقى روح شغلك. بنتي يا صباح، بنتي يا صباح، انت يا حبيبتي البلد. ايوه ايه بنتي الطرشت؟ ما انت سامعاني. ايه، هاتي طبق رز لمتولي وتعالي بسرعه يلا. حاضر. اتفضل يا سي متولي. متشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عامر. ما تكمل. يمكن الرز بلبن مش عاجبك. لا ابدا، انا ما دقتش ألذ منه. خلاص كملوا، ولا عايز الست زبيده تزعل؟ لا بس اصل انا النهارده فطرت جامد. طيب شيل الطبق يا صباح. حاضر. استاذن انا. استنى يا متولي، خد. ايه ده؟ لا اعفيني يا ست هانم. لا امسك. لا امسك. لا استغفر الله العظيم، ده انت خيرك مغرقني يعني. يوه يا جدع ما تكسفنيش. معاش اللي يكسفك، بس معلش اعفيني يعني، خلي اللي بيننا وبين بعض المعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي جدع ابن حلال. ولي ايه؟ انت كنت حاطه ايه في الرز بلبن؟ ايه عجبك؟ يعني طعمه متغير شويه. ايوه كده يا خالتي، هو ده الشغل. مالك يا متولي؟ حاسس ان مصاريني هتتفدي. في ايه يا متولي؟
تعبان قوي يا حاج. تعبان ازاي؟ معدتي. كلت ايه؟ ده بيصلبك يا حاج. تلاقيه بس ورانا مؤاخذه ميعاد مهم ولا حاجه وعايز يزود. الكتم انت خالص. شيء عجبك يا دكتور. ربنا يخليك يا حاج، انا بستاذنك بس اروح ارتاح في البيت. وادي يا فرج مع لغايه البيت. حاضر يا حاج. بقى اسمعي يا خالتي، انا عملت بصورتك المهببه دي. الجدع كان هيروح في شربة ميه وانا كنت هروح في 60 داهيه. ليه يا عين خالتك؟ ايه اللي حصل؟ عملت اللي قلتيلي عليه، رشيت الازاز على طبق رز بلبن. يا دوبك الجدع كل معلقتين من هنا ومصارينه اتقطعت من هنا، وقعد راقد في البيت 4 ايام بين الحياه والموت. احيه يا بنت، انت حطيتي له كل الازازه؟ مش دي شرطك يا خالتي؟ دستور دستور يا سيادي، دستور دستور. سامحوها 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 يا بنت يا بنت. ده انا قلت لك نقطتين 2. معقوله كده تضيعي الجدع في شربة ميه؟ كان زمانك رحتي كلبوش. اهو شرب الازازه كلها وما جابتش نتيجه. يبقى 100 زي ما قلت لك قبل كده. مخاوي واحده من تحت الارض وهي اللي واقفه بيننا وبينه. وايه العمل؟ العمل هي خالتك هتضعف قدامه؟ معقول؟ انا بقى هشوف شغل الانس ولا شغل الجن؟ دي شغلتي. اسره ايه المفيد؟ شغلي مخك يا عينيا. هو انت مالكيش مخ؟ بقى جايه دلوقتي تقولي لي انت ما عندكيش مخ؟ هو انا يا بنت اللي هتجوزه ولا انت اللي هتتجوزيه؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده. جايه دلوقتي تقولي انت هتتجوزيه ولا مين اللي هيتجوزه؟ بقول لك ايه، امال انا جايه لك ليه؟ عشقاكي ولا جايه اخد منك فلوس؟ منين يا حسره ملانيله؟ ان كان على حتتين الصيغه اعدامك بدري دول فالصو. اطمني يا خالتي، انا مش جايه اخد منك فلوس. انا كل اللي عايزاه منك تجوزيني متولي. اقول لك تاني ولا احلف لك بايه عشان تصدقيني؟ حابس بس يا بنت ولا تتكلمي ولا كلمه. يا ما نفسي اشوفك متستته ببيت العدل مع اللي يهنيكي بصحيح، وساعتها بقى تديني حلاوتي السلسله دي والغوشتين اللي في ايدك. تعالي قربي عليا، قربي هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك. فين القطه اللي عصرتيها يا بنت يا صباح؟ بيت، انت مسامعاني؟ نعم يا ست زبيده. بقول لك فين القوطه اللي انت عصرتيها؟ يا اختي البت مالها مبلمه كده؟ مالك يا بنت؟ في ايه؟ اتكلمي. هتكلم اقول ايه؟ مش قادره يا ست زبيده، مش قادره. مالك يا بنت؟ انت عيانه؟ ألا في ايه؟ انت مخبيه عني حاجه ومش عايزه تقوليها لي؟ خايفه يا ست زبيده، خايفه. خايفه من ايه؟ اتكلمي يا بنت. خايفه تجيبي الحق عليا وما تنصفنيش. انا مش فاهمه حاجه. ما هو المقصود الحاج بيحبه، وانت كمان ما يهونش عليكي تزعليه. يا اختي كبرت علتك ان شاء الله يا رب. يا بنت انطقي، هو مين ده؟ متولي؟ ايه اتخانقتي معاه؟ يا ريت، ده اكتر من كده. فقعك علقه؟ اكتر. بيت، قولي ايه اللي حصل وخلصيني بقى. ابوس ايدك يا ست زبيده، استري عليا يا ست زبيده. يا مسبتي، استر عليكي يا بنت. حصل ده ازاي؟ لف ودار عليا اسم الله على مقامك زي التعبان، لحد ما لقيت نفسي واقعه في دباديبه. بعدين عشمني بالجواز لحد ما سلمته نفسي. يا مسبتي وبعد كده البعيد طلع ند. متولي؟ ايوه متولي يعمل كده؟ ايوه. لا انا ما صدقش ابدا. متولي لا يمكن يعمل كده. ده الحاج مأمنه على شغله وعلى ماله وعلى بيته وعلى كل حاجه. احنا عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه. بنت انت كدابه. حرام عليك يا ستي، ما تظلمنيش. انا كنت عارفه انك مش هتصدقيني. ما هو الغلبان اللي زي ملهاش قيمه ولا اعتبار. لكن خلاص
ما دام مش مصدقاني هاتيه هنا قدامك وواجهيه، مش ممكن ينكر ابدا. ايه نيل على عينك، نيل على عينك، وانا هشوف الموضوع ده واعرف ايه قرار. اتنيلت كتمي بقى، اخرسي خالص، بطلي وقت. لكن تعالي هنا قدامي، كنتوا بتتقابلوا فين؟ لا يا ستي، لا بلاش بلاش لحسن تزعلي. ازعل؟ ده انا همرمط بيك الارض لو ما قلتيلي بتتقابلوا فين. انطقي. هنا في البيت. يا ستي، في بيتنا، بيت الحاج سلامه، بيت الشرف والكرامه. امال يعني كنت هقابله فين؟ ما انت عارفه يا ستي ان انا مقطوعه من شجره. يا خرابي، يا خرابي لو الحاج عرف، ده هيطين عيشتك انت وهو في ساعه واحده. قولوا لي يا بت، كنتوا بتتقابلوا فين هنا يا بت؟ ما تزود حته. حته بس؟ قولي حتتين، قولي 3. انا مستعد اقطع لك من لحمي مش من التوب. الله يجازيك يا سي متولي، انا مش عارفه انت بتجيب الكلام الحلو ده كله منين. الكلام الحلو ما بيطلعش غير للزباين الحلوه. بقول لك ايه رايك في اللون ده؟ اقطع لك منه 5 متر؟ قطع يا اخويا قطع. طب اسمعي، انا عايزك تعدي علينا بعد اسبوعين، جاي لنا بضاعه انما ايه، للناس الغاليين اللي زيك. ايوه، ايه اللي حصل؟ تيجي دلوقتي حالا يا حاج. جرى ايه يا حاج؟ الموضوع اللي انا عايزاك فيه ما ينفعش الكلام فيه في التليفون. طيب انا جاي على طول. تولي خد بالك، انا اوصل لحد البيت وجاي على طول. خير؟ في حاجه يا حاج؟ معقول اللي بتقوليه ده يا زبيده؟ معقول؟ انا مش قادر اصدق. لكن ليه ما صدقش ليه؟ كل شيء جايز. مش بيقولوا كل واحد وله شيطان؟ هنعمل ايه دلوقتي يا حاج في المصيبه المسيحه دي؟ البنت غلبانه، لا هتعرف لا تروح ولا تيجي، ولا ليها لا اهل ولا سند ينجدوها. حتى لو ما كانش لها اهل ولا سند، ده عرض بنت لازم يتصلح. وبعدين يا حاج هنتصرف ازاي؟ مش مصدق اللي لقيت البنت دي. واحنا كنا فين؟ كنا هنا في البيت. احنا كنا ايه، قراطيس؟ والله يا حاج انا محتاره زيك بالظبط. انما ارجع واقول البنت حلفت لي 1000 يمين، ما هيش معنى ده يعني اللي هتتبلى عليه. وهي عارفه كويس قوي ان احنا بنحبه وروحنا فيه، يعني هتخاف منك ومني. وبعدين البنت ياما قالتها لي. استغفر الله العظيم. خيرا نعمل، شرا نلقى. كده برضه يا متولي. الناس لو عرفت كده هتقول على بيتي ايه؟ بيت المسخره وقله الحياه. والبت دي ازاي تفرط في نفسها بالشكل ده؟ عشمها بالجواز يا حاج، عشمها بالجواز، وانت عارف العيز اهبل. طيب ده ابعت اجيب الواد، لو طلع مظلوم هصغر انا في نظره، ولا انت ايه رايك؟ والله يا حاج انا محتاره زيك بالظبط. الواد معاشرنا بقاله سنين، عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه ولا شفنا العيب. انت عارف لو كان الواد اللي اسمه شوقي كنت قلت يعملها. واد كده قليل الحياه وعينه زايغه. الواد ده لو ما كانش عندكم لحم كنت طردته طردة الكلاب. طب ايه رايك يا زبيده؟ ابعت اجيب متولي يكتب على البنت ونلم الموضوع. بس انا خايفه يا حاج، خايفه لحسن الواد يطلع مظلوم، وبعدين نعمل ايه ساعتها بقى؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ دبرين. النبي ما انا عارفه يا حاج، ولا اقول لك انا هتصرف.
بنت يا صباح. بنت يا صباح. نعم يا ست زبيده. ايه يا اختي، احنا هنفضل كده ليل ونهار قاعدين مفيش ورانا طبيخ؟ هو انت قلتي للحاج؟ طبعا قلت له، امال هخبي عليه حاجه زي دي؟ وهو رايه ايه؟ رايه يا ريتني ما جبت له سيره يا اختي. ليه؟ هو قال ايه؟ قال يا اختي ده انا يا دوب حكيت له الحكايه وهو وشه جاب 100 لون، وراح كده زرابينه كلها طلعت مره واحده. على متولي؟ لا عليكم انتوا الاتنين يا اختي. وراسه ألف سبه الا يطردك من البيت ويطرده هو كمان من الشغل. ما انت عارفه الحاج ما يحبش المسخره ولا قله الادب. قعدت اهدي فيه واقول له استهدى بس يا حاج، طلع فيا زي الباروده وقال لي ازاي اقعد واحده فجره زي دي في قلب بيتي؟ ازاي اامن على بيتي لواحد فاجر زي اللي اسمه متولي؟ وبعدين يا ست زبيده؟ وبعدين قعدت اجيله من هنا اجيله من هنا ايه لغايه يعني ما قدرت اهديه شويه. في الاخر قال لي طب خلاص، انا عشان ما اظلمش الواد هجيبه قدامي ويحلف على مصحف انه كل اللي انت قلتيه ده ما حصلش منه حاجه. يحلف ده ايه؟ هو الحاج مش مصدقني ولا ايه؟ الله، امال انت عايزه ايه يا بيت؟ ما هو محتار يصدق مين فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خير يا حاج؟ لا ابدا، الست مراتي كانت مصممه تطرد البيت صباح من البيت. تطردها؟ يبقى اكيد عملت حاجه غلط. الست زبيده ما عجبهاش حل المايل. معاك حق، يظهر البت دي عامله كبيره قوي لدرجه ان مراتي مش طايقه تشوف خلقتها في البيت. بس انا بقول هتروح فين؟ تروح عند خالتها يا حاج. الوليه جواهر الكدية الزار المجنونه دي مش هتستحملها. كان المفروض البت دي تراعي حرمه البيت اللي هي عايشه فيه، وعلى راي المثل بير بتشرب منه ما تحدفش فيه طوبه. كلامك مظبوط يا حاج، بس عدم المؤاخذه انت ما عرفتش هي عملت ايه؟ ما هو لو اعرف كنت ارتحت. الظاهر البت دي عملت عمله كبيره. انت ايه رايك فيها؟ من ناحيه ايه يا حاج؟ كلها كده على بعضها. والله انت ادرى مني بيها يا حاج. انا متهيألي البت دي يعني يكون حد ابن حرام ضحك عليها. ما افتكرش. ما تفتكرش ليه؟ اكيد هتعمل حسابك يا حاج، اكيد هتعمل حسابك. لا انا اللي فكرت فيه انها يعني تكون مدت ايديها على حاجه في البيت، والست زبيده ربنا يبارك لها ما رضيتش تفضحها. انت شايف كده؟ ايوه يا حاج. طب روح بقى اعمل لي فنجان قهوه احسن دماغي اتخرمت النهارده. من عينيا يا حاج. الواد ده يا اما بريء يا اما لئيم. يعني ما قدرتش تعرف منه حاجه ابدا يا حاج؟ كان بيتكلم ولا كانه باين عليه حاجه، حتى بصيت في عينيه مفيش نظره اتكسرت منها. مش قلت لك يا حاج انا قلبي حاسس ان الواد ده بريء؟ طب نتاكد ازاي؟ ده عرض وليا، انا دماغي متلخبط. ما تتكلمي يا زبيده، سكت ليه؟ وعمل ايه الحاج؟ عمل ايه؟ جاب الواد متولي وجاب له المصحف وقال له اقعد واحلف عليه. وحلف؟ طبعا حلف انه ما لمسكيش ولا جه جنب. والحاج صدقه؟ طبعا صدقه. انت عارفه صدقه ليه يا بنت؟ عشان الواد قال له يا حاج انا كنت عاوز اتجوز البت دي، بس يعني لما الحال يتعدل شويه. الحاج قال له طب وماله يا ابني، خلاص انا هتكفل بكل حاجه. والنبي يا ست زبيده؟ يا فرحه ما تمت خدها الغراب وطار. ليه بس يا ست زبيده؟ هو ايه اللي حصل بس؟ الحاج لما حكى للواد متولي على اللي انت قلتيه عليه، الواد صرخ وقال ايه الكلام الفارغ ده؟ انا اعمل كده؟ انا لا يمكن اتجوز بنت بالاخلاق السوي دي. طبعا الحاج زعل واتنرفز خالص وقال لا يمكن البت دي ملهاش عيش معانا ابدا. انا مش عارفه عملت ايه بس عشان الحاج عايز يقطع عيشي. يا مصيبتي، بعد كل اللي عملتيه ده ما انتش عارفه انت عملتي ايه؟ بصراحه متولي مظلوم، وانا كل اللي قلته ما حصلش. انا كان كل غرضي ان متولي يتجوزني وخلاص. يعني كنت بتتبلي على الجدع. استوري عليا يا ست زبيده، الهي ما يفضحك ولا يكسر لك نفس. عموما انا هعمل اللي عليا واللي على الله يكون.
صباح، استني يا صباح. خدي دول معاكي يا صباح. فلوس؟ اعمل بيها ايه الفلوس؟ هو انتوا عشرتكم تتقل بالمال يا ست زبيده؟ هلاقي بعد كده ناس زيكم منين؟ بكره ان شاء الله ربنا يعوضك بعريس كويس. مع السلامه يا صباح. الله يسلمك يا ست زبيده. اهو ده اللي نبني منك، كان يوم اسود يوم ما سمعت شورتك. يوه، وانا اعمل لك ايه يا بنت اختي؟ اذا كان لا بينفع معاكي ولا بيشفع، حظك منحوس. على راي المثل، ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ يعني ايه؟ خربتيها وقعدتي على تلها؟ ده بدل ما تشوفي لي حل ينجدني. مخك زينخ. يوه، كنت فاكراكي بنت لهلوبه شاطره الشطار، بتلعب بالبيضه والحجر. وانا ذنبي ايه بقى ان الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم؟ استني، قلتي ايه؟ سمعيني كده تاني. الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم. حلو، اربطي عندك، انا جايالك. بت، مين بيحبه اكتر، الحاج ولا مراته؟ وانا ايش عرفني؟ بعدين ايه الاسئله دي؟ خلاص يا عين خالتك، لما تبقي تعرفي وتتاكدي ابقي تعالي لحد خالتك عشان تقولي لها اوه. مين صباح؟ ايوه يا حاج. اللي جابك تاني هنا يا وش المصايب؟ مش قادره يا حاج، جمالك مغرقاني، مش قادره اسكت. ايه عايزه تقولي ايه؟ ضميري مش مطوعني، عايزه اقولك اللي انت ما تعرفوش. ايه هو اللي معرفوش؟ بس خايفه اقولك ما تصدقنيش، بس انا مستعده احلف لك ان هو ده اللي حصل. انا مش فاهم ايه اللي حصل. مالهم؟ انت هتجيب السيره دي تاني؟ انا بتكلم عن الست زبيده وحبيبك متولي. مالهم؟ ظلموكي؟ لا، مستغفلينك يا حاج. اخرسي! اوعي تقولي الكلام ده مره تانية احسن اقتلك واشرب من دمك. أي. اقتلني يا حاج، اعمل فيها اللي انت عاوزه، بس هي دي الحقيقه اللي كنت بشوفها بعينيا الاتنين. امشي يا بت، امشي. ده انت حقيقي تعبان وربنا يكفينا شرك. عارفه لو شفتك هوبت ناحيه البيت ده تاني هقتلك واشرب من دمك. اسمعني بس يا حاج، هقول لك ايه الاول. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمعني بس الاول لا يا حاج. حول ولا قوه شوف انا الا هقول لك بالله. ايه بس يا حاج. امشي يا بت، اطلع بره والا والله هقتلك واشرب من دمك. بره بره بره. حاج سلام، حاج سلامة، الأكل جاهز. حاج سلامة، الله سامعني ده يا حاج سلامة. لا، انت قاعد هنا وانا عماله انده عليك. ايه ما بتردش عليا ليه؟ يلا قوم عشان نتعشى، الاكل جاهز على السفره. ايوه يا سويته. ايه مالك ما بتردش عليا ليه؟ انا انت سرحان في ايه؟ اصل بفكر شويه في الشغل. شغل ايه؟ في مشاكل في الشغل. يا اخويا بلا مشاكل بلا بتاع، معلش كل مشكله وليها حلال. وبعدين انت هتفضل حامل هم كل حاجه يا حاج؟ احنا ربنا الحمد لله كرمنا اخر كرم ومش عايزين اكتر من كده. قوم يلا عشان نتعشى. طيب يا زبيده هقوم. لا انت بتنتش ايدك مني كده ليه يا حاج؟ طيب ليه يا حاج؟ الحمد لله كلت ايه ده؟ انت ما كلتش حاجه، وبعدين دي مش اكلتك. اعمل ايه؟ شبعت. حاج سلام، انت تعبان يا اخويا، حاسس بحاجه؟
زبيده قلت لك مفيش حاجه. لا اكيد في حاجه، انت مش عاوز تصارحني ليه؟ اصرحك بايه؟ كل ما في الامر لقيت نفسي متضايق شويه. كده من غير سبب؟ ايوه من غير سبب. انت شفت مين النهارده؟ اوه هنبتدي بقى السين وجيم. لا وكتاب الله وكتاب الله في حاجه وحاجه جامده قوي. قلت لك يا زبيده مفيش حاجه، كل ما هناك ان انا مش طايق حد يكلمني النهارده. ما هو اللي انت بتقوله ده مش طبيعي يا حاج. انت اصلك بالنظر، حد النهارده بصلك بصه مش طبيعيه. انا هولع لك شويه بخور. لا مش طايق نفسي، عايزه تخنقني كمان. انت صاحي ليه يا حاج؟ مش جايلي نوم. اشمعنى الليله دي يعني؟ اعمل ايه؟ اثبتي. طب بقول لك ايه، قوم اما نتكلم مع بعض شويه. نام انت، نامي. طب اسمع ما اقول لك، انت قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا الفاتحه وقول هو الله احد والمعوذتين وانت هتنام وتروح في اخر نومك. طيب بس سيبيني ونام انت دلوقتي، نامي. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. بس لو اعرف ايه اللي في دماغك. نوم. صباح الخير يا ست الكل. صباح الفل. اتفضل يا متولي. الحاج اخباره ايه النهارده؟ والله ما داق طعم النوم طول الليل. ليه كفل الشر؟ مش عارفه يا اخويا مزاجه متعكر ليه، مش رايق كده. هو في حاجه ضايقته في الشغل؟ حد يقدر يضايقه؟ وبعدين لو كان حصل كان قال لي. امال في ايه بس؟ هو فطر ولا لسه؟ كل ما اقول له تعالى افطر يقول لي ماليش نفس، مش عارفه في ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا حاج سلامة، أنا شايف الهم مالي عينيك، بعتلي ليه؟ مش عارف اقول لك ايه يا شيخ بدوي. هم تقيل قوي كاتم على نفسي وصدري مش قادر يتحمله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شدة وتزول يا حاج. انا جيت لك وطمعان في مساعدتك. انت عارف انا لا بروح ولا باجي الا لما شرطك. وما توفيقي إلا بالله. إيه الموضوع يا حاج؟ ايه رايك في زبيده مراتي؟ ست الستات، ونعمة كبيرة من ربنا كرمك بيها. ايه اللي خلاك تقول كده؟ اللي يقول غير كده يبقى كذاب، لا عنده ذمة ولا ضمير. ما تأيدنيش بكلامك يا شيخ بدوي. ايه العبارة يا حاج سلامة؟ مالك بتغلي من جواك يا اخويا؟ عايز تقول حاجة؟ من يومين وانا بغلي، مش مستريح يا شيخ بدوي، مش مستريح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه كفل الشر؟ ايوه يا متولي، امال الحاج فين؟ هو زي ما حكيت لك كده يا شيخ بدوي. وبرضه يا راجل يا كبير، يلي كل الناس تحلف وتتحالف بحكمتك، تصدق كلام واحدة زي دي؟ ده الحق تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والبت اللي بتقول عليها دي أنا لازم أقول فيها كلمة الحق، إن لا عندها لا ذمة ولا ضمير ولا خوف من ربنا. انا هتجنن يا شيخ بدوي، نفسي احط ايدي على الحقيقة، الشك هيخنقني. ما هي كل حاجة بالشواهد والدلائل يا حاج سلامة، وانت لا معاك شاهد عدل
ولا دليل. وربنا تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومراتك طول عمرها ست طاهرة، حرام تظلمها وترجع تندم وانت ناسي اللي عملته معاك. دي ما عملتوش واحدة مع راجل قبل كده، وانت عشرتها السنين دي كلها وعارف ان هي حرة، والست الحرة عمرها ما تغلط يا حاج. لو كان اللي انت بتقول عليه ده مضبوط كانت جت وطلبت منك الطلاق وبريتك علشان تتجوز الواد صبيك. لا يا حاج سلام يا اخويا، ارجع لعقلك واخذ الشيطان، ده انت سيدي العاقلين، وما تخليش كلام بنت زي دي يهزك. وعلى رأي المثل: البحر ما يتعكرش من ترعة. دستور دستور يا ولادنا، دستور يا اخواتنا، بره وبعيد عن البيت واللي فيه. بيت يا صباح، يا بنت افتحي الباب يا مدهوله. حاضر حاضر يا خالتي، حاضر. حاج سلامة، أهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا حاج، خطوة عزيزة. أهلا وسهلا. خالتي الحاج سلامة، الحاج سلامة. اتفضل يا حاج. أهلا وسهلا يا حاج، اتفضل اتفضل يا حاج. الخير على قدوم الوردين. اهلا يا حاج. قهوتك ايه يا حاج؟ عالريح. حاضر. دستور. ايه اقطع لك من انهي لون؟ طب فكري براحتك على ما ارد على التليفون. الو، اهلا يا ست الكل. لا هو لسه ما وصلش الحقيقه، ما قاليش انه رايح مشاوير النهارده. ما تقلقيش، هتلاقيه قابل حد من اصحابه قاعد عنده شويه. لو احتجتي اي حاجه انا تحت امرك يا ست الكل. لا كتر خيرك، اصل انا قلقانه على الحاج قوي. لا اصل انا سامعاه بيقول لك ان انا هحصلك على طول. طيب مع السلامه. ترى راح فين؟ دستور اعدم عينيا يا حاج. البنت صباح كانت بتشوف حاجات يا مصيبتي، كان لها العجب. تيجي تحكي لي كان جسمي اشعر يا حاج. اقول لها ويا بنت تغلطي وتقولي للحاجه حاجه، ملناش دعوه، احنا نعمر ما نخربش. لكن تقول ايه بقى يا حاج؟ على رأي المثل: النسوان هديات ورزيات بعيد عنك. عايزه تقولي ان مفيش حاجه كانت بينك وبين متولي؟ انا لحد دلوقتي مستغربه هي جابت الكلام ده منين. يا اختي صدقت يا حاج؟ شفت يا حاج كده النسا؟ امال تزيح البت من طريقها ازاي؟ لازم تزيحها عشان يخلالها الجو. دي حتى قرابه يا حاج. لما بعت صبيك شوقي بدل متولي بصيت لقيت وشها اتقلب واتزربنت وبقت هتتجنن. وبعدين لما الجدع مشي في امان الله بصيت لقيتها ندهت لي وقالت لي: قولي ان شوقي عكسك. طبعا عشان حضرتك ما تبعتش شوقي تاني وتبعت متولي. بريه من عمايل النسوان، بريه. امان عليك يا حاج، سايقه عليك النبي. اوعى تجيب سيره صباح بينك وبين الست مراتك. احنا يا اخويا نعمر وما نخربش. وبعدين احنا مش قدكم، انتوا ناس كبار واحنا غلابه بنقول يا حده رينا. وصلي الحاج يا بنت. انستي يا حاج، شرفتي يا حاج.
كده هما فاكرين ايه؟ هيتحكموا في ارزاق الناس. دي الوليه اللي اسمها زبيده ما نصفتنيش وما صدقت وطردتني، انا دلوقتي متشفه فيها. ينيلك يا دي البيت، هو ده بس اللي يهمك انك تتشفي فيها؟ طب ايه رأيك بقى ان خالتك بترسم لك رسمة كبيرة قوي، رسمة على تقيل، بس الحاج يخلص من سخامة البرك دي اللي اسمها زبيدة، وساعتها تقولي خالتي عملت لي وعملت لي، ان شاء الله يطمر فيكي يا بعيدة. طب ما تفرحيني يا خالتي وتقولي لي انت راسمه على ايه؟ كنت فين يا حاج؟ قلقتنا عليك. والست زبيده كانت هتتجنن. وعرفت منين؟ لا كانت بتتصل كل شويه يا عيني، دي كانت هتوج عليك. هتقول صعبان عليك قوي. هو في اطيب من الست زبيده؟ انت هتقول لي ايه مالك يا حاج؟ روح شوف شغلك انت دلوقتي. غريبه. هو ايه الحكايه؟ مش فاهم يا دعكاشه، الراجل ده اتغير، ده داخل حتى مش مديله وش. لازم عمل عمله. بتتودد عليه يا واد انت هو، كل واحد يروح يشوف شغله. جت كل بلاوي. ايوه يا حاج. لا انت كنت فين؟ قلقتني عليك. هو متولي مش قالك؟ تكونيش فاكراني عيل صغير تاه ولا حد خطفه؟ امال ايه لازمه التليفونات الكتيره اللي ورا بعضها دي؟ يا فندم. نعم. طلباتك عايزه ايه؟ ابعت لي شكاره رز وشكاره سكر و20 حته صابون للمواعين و10 للوش، وابعتهم لي بقى مع متولي. وش معنى يعني متولي؟ تكونيش عملتي السكرتير الخاص بتاعك ولا المهمندار؟ اسمع ما اقولك، من النهارده في واحده ست جايه تخدمك، ابقى خليها تقضي لك كل طلباتك. انا مش فاضي بقى، عندي شغل. مع السلامه. واقف كده ليه يا واد؟ سايب شغلك وتتصنط عليا في التليفون؟ الساعه بقت 8 يا حاج، مش تقوم تروح انت عشان تستريح؟ انت طولت قوي النهارده. يعني ايه طولت؟ انت زعلان عشان قاعد في اكل عيشي؟ لا ما اقصدش يا حاج، انا بس يهمني راحتك. راحتي في وجودي في اكل عيشي. عندك كلام تاني؟ ويكون في علمك من هنا ورايح انا اللي هفتح الدكان وانا اللي هقفله. يعني مش عايزك تيجي تاخد المفاتيح وتتنطط بيها وترجع تجيبها لي تاني البيت، لا. شغل التنطيط ده مش عايزه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبني ازاي يا حاج؟ ده شغل حضرتك كنت حر فيه، سيادتك تأمر واحنا ننفذ. كويس انك فهمت. روح يا اخويا شوف شغلك، روح، ما تشغلش نفسك بيا. الحكايه بانها كبيره قوي. ما بقاش طايق لي كلمه. انا حاسس ان حد اداني اسفين جامد قوي عنده. ايه هو مش راضي يقول لي؟ شوف يا صاحبي، مفيش قدامك غير سكه واحده. ابوس ايدك دلني عليها. عليك وعلى الست مراته. الست زبيده؟ لو الحاج متجوز غيرها، وبعدين انت مش بتقول انها بتعزك؟ اه. خلاص روح لها وقول لها، وهي لو عارفه حاجه مش هتخبيها عليك. بس انا ما بقتش اروح البيت خالص، اصل الحاج سلامه المفتاح معاه دلوقتي، هو اللي بينزل يفتح وبالليل بياخدها ومروح. وانت لو رحت هتقول لك جيت ليه؟ هي الست مش هتقول كده، بس انا خايف الحاج يعرف ويتضايق. لازم يعرف. ما هو لو عرف مش هيخليك تروح. لا يا شرف، لا ما اقدرش اعمل كده.
ما اقدرش اعمل حاجه في الضلمه.